اكيد سولتي راسك شي نهار او سمعتي شي واحد كيهضر على ان الارض كره ولا مسطحه. نعم، سؤال لا يزال إلى اليوم يثير جدلا على السوشيال ميديا. سطحت فعل، مسطحة اسم، المعنى واحد. فإذا سطحت الأرض فالنتيجة أنها مسطحة. الأرض كروية، الله يخليك ما حد يلعب هاللعب. يعني أي واحد يقول لي احتمال ما احتمال، أقول عقلك صغير باختصار. الذي عليه أكثر أهل العلم أن الأرض بيضاوية. طيب، وهذا جاء عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. واليوم غادي نهضروا على النظريات العلمية اللي تكلمات على أن الأرض مسطحة والنظريات المضادة اللي دعمات كروية الأرض. أنا محمد الهادي وهذه قناتي، تفاعلوا معايا، خليوا لي شي لايك، شي كومنتير، ولا جات على خاطركم أبوني. من أكثر الأسئلة اللي متداولة هي واش الأرض كرة ولا مسطحة؟ وإلا كانت مسطحة شنو غادي نقولوا للصور اللي نشرتها وكالة الفضاء وبينات بأن الأرض كرة؟ إذا كانت سيدي كرة، علاش أخويا الناس اللي في الجنوب ديال الكرة الأرضية ما تيطيحوش؟ وعلاش أخويا البحار والمحيطات ما تيطيحوش طالما الأرض مسطحة؟ ندورو ونقولوا هذا سؤال عبيط، سؤال غبي. ستوب، السؤال ماشي غبي، السؤال راه أثار جدل العلماء منذ قدم العصور، والاعتقاد الأول اللي كان ديك الساعة سائر هو أن الأرض مسطحة. علاش؟ لأن الإنسان كان تيشوف على حد الشوف ديالو، على حد البصر ديالو، كان تيشوف غير ما كتشوف عينيه، هذاك هو الحد. إذا ما كتبانلوش بأن الأرض كرة، كتبانلو بأن الأرض مسطحة ومستوية. وبقى هذا الاعتقاد سائر إلى بداية القرن السادس قبل الميلادي. هنا جاء عمك فيثاغورس وضرب الأخماس في الأسداس وضرب الحسابات ديالو وجا وقال لنا بأن الأرض كرة، وزنزنهم وفرتكهم. واش بلو تيقولوا؟ اقتلوه، ارجموه، اعدموه. ديك الساعة كان الجهل متفشي والمعتقدات الخاطئة اللي كانت متحكمة في البشر آنذاك، وأغلبية العلماء ما أمنوش به، ما تبعوش، بما فيهم سقراط. حتى جا الشاف الكبير ديال الفلاسفة، الباب ديال الفلاسفة أفلاطون، وهو اللي دعم النظرية ديال السي فيثاغورس في سنة 333 قبل الميلاد. جا عمك أرسطو هو اللي سكت الشعب، وهو اللي قال لهم بأن الأرض كروية، وجاب لهم الأدلة القاطعة وسكتهم وسالت الحفلة. سلام معاهم، بحيث قدم لهم مجموعة من الأدلة اللي دحضات نظرية تسطح الأرض. أولا قال لهم شوفوا الخوت، الأرض راها فيها منحنى، داك الشيء علاش ما تقدروش تشوفوا أعلى من مجال الرؤية الطبيعي رغم أننا ما حاسينش به. ثانيا شروق الشمس في مكان وغروبها في مكان آخر، لأن موقع الشمس يختلف باختلاف الموقع على سطح الأرض، مما ينتج عنه اختلاف الوقت في جميع أنحاء العالم. ثالثا نهار اللي تخترعت التلسكوبات وبقاو تيخيسوا الأقمار، تشدوا الأقمار، شافوا الكواكب الشكل ديالها شكل كروي. شنو قالوا؟ بما أن شكل الكواكب اللي شفنا عبر التلسكوب كروي، طبقوا القاعدة على كوكب الأرض وقالوا بأن بما أنهم كرويين فالأرض هي كرة، غير هو الأرض كتختلف عليهم، فيها الحياة، فيها البشر، هذا هو الاختلاف. رغم الوجود البشري في الأرض راه ما عندوش علاقة بتسطح الأرض أو كرويتها. 1610 جاء السي غاليليو وهو عالم إيطالي وهو اللي اخترع التلسكوب. هذا التلسكوب اللي اخترعه رصد به الأقمار ديال المشتري وشاف بأنهم كيدوروا على المشتري وقال بأن هذه كواكب تدور حول كوكب كبير. بعد اكتشف زحل ونبتون وشاف بأن هذه الكواكب الشكل ديالها كروي. إذن الأرض ضمن هذا المجال، ضمن هذا الفضاء الواسع، إذن غتكون بحالهم حتى هي كروية. زيد على ذلك كد النظرية ديال العالم الهولندي
نيكولاس كوبرنيكوس اللي تيقول بأن الأرض ماشي هي مركز الكون، ولكن الأرض كوكب ضمن الكواكب اللي موجودة في هذا الكون. ورغم هذه الأدلة الكثيرة ورغم هذه البحوث العلمية اللي قاموا بها العلماء، إلا الناس كثيرة ما آمناتش وبقات مصرة على التزامها بأن الأرض مسطحة، وظل ذلك لسنين. سنة 1849 خرج لنا واحد الكاتب، ما عرفتوش منين خرج لنا خاي، سميتو سامويل روبوتام، وهذا الكاتب هو انجليزي. خرج واحد الكتاب سميتو الفلك الزيتي، وهذا الكتاب هذا شرح فيه النظريه ديالو اللي كتقول بان الارض مسطحه، وبقى تيزعبل في التزعبيلات والادله ما عرفني جاب داك الشيء وهلل، وخرج لنا الكتاب اللي معروف بالفلك الزيتي. من موراه جا واحد الكاتب اخر سميتو ويليام كاربيتر، وهذا الكاتب هذا كان موظف بإحدى المطابع بلندن. عام على عام جمو روبوتان وقال لنا تا هو بأن الأرض مسطحة وداك الشيء وهلل هلل هلل هلل. ألف كتاب سماه المنطق العام، تما حط فيه الأدلة ديالو اللي كتأكد نظرية سطحية الأرض. وفي سنة 1961 حماق اخر وتسطيه اخرى وهبال اخر، طلعت السفينه الفضائيه الروسيه فوستوك 1 كان فيها الرائد المشهور يوري غاغارين اللي كان هو اول رجل طلع للفضاء. يوري غاغارين ملي طلع للفضاء التقط واحد المجموعه من الصور للارض، وشنو بينات؟ الارض ليست بكرويه، بيضاويه. ايوا حنا ولينا دابا كنا غير مسطحه، شويه اللي كرويه شي بدا ولينا بيضاء، واش مسلوقه ولا مقليه؟ من انتشرت الصور ديال بيضاويه الارض اللي صورتها هذه السفينه الفضائيه الروسيه، مشى الاعتقاد بان الارض بيضاويه وبدا كيتنسى موضوع ان الارض مسطحه. الا حبينا نهضروا على هذا الموضوع من زاويه القران الكريم، فالقرآن الكريم أول من قال بأن الأرض كروية قبل الاكتشافات العلمية قبل 15 القرن، كما جاء في قول الله عز وجل في سورة الزمر. حتى جاء الشيخ ابن تيمية سنة 700 للهجرية واعترف بأن الأرض كروية، وجاء من بعد منه الشيخ المفسر ابن حزم الأندلسي وقال بأن ظاهر القرآن يقول بأن الأرض مسطحة، أما معناها الحقيقي هو أن كوكب الأرض عبارة عن 7 أراضي، وإحنا كبشر ساكنين في الأرض الأولى، وسماها الأرض الصغرى. حتى من هاد الصور ديال السفينة الفضائية الروسية اللي ظهرت بيضاوية الأرض، فالقرآن الكريم راه قالها هذه 15 القرن، قالها في سورة النازعات حيث قال عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. ودحاها بتفسير العلماء هي جعل شكلها بيضاويا. وفي العصر العباسي بالضبط في عهد الخليفة المأمون كان واحد العالم فلكي مشهور اسمه أبو الريحان البيروني. تخيلوا معايا هذا العالم في ذلك العصر بالمعدات اللي كانت في ذاك العصر استطاع أنه يحسب القطر ديال الكرة الأرضية والمحيط ديالها، وجاب الحساب لاصق ب90% من الأبحاث اللي تعملات في العصر الحالي بكل تكنولوجياته، مما يعني أن القرآن الكريم أول من فسر أن الأرض ليست سطحية بل هي عبارة عن كوكب كروي. بيضاوي ولا كروي لا يتعارض مع مما جاء به القرآن الكريم. هل هذا يعني أن الجدل انتهى ولا مازال ما سالاش؟ جدل تسطح الأرض أو كروية الأرض هو جدل قائم من آلاف السنين وسيظل آلاف السنين أخرى. عزيزي المشاهد، يمكن لك تقول لي أنت واش الأرض كروية ولا مسطحة؟ نتمنى أنك تخليها لي في كومنتير. أحبك.